سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا سمع الأذان هو وأصحابه رضي الله عنهم قاموا يلتمسون الماء، توضأوا، طلبوا الماء يعني، فيتوضؤون يذهبون للمسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمهل بعد الأذان وقتا يسيرا حتى يعتصر المعتصر ويتوضأ المتوضي ويحضروا للمسجد. وأحيانا يطيل الركوع إذا دخل أحد حتى يدرك الركوع، وربما دخل أكثر من شخص فيطيل حتى لا يسمع وقع قدم، لأنه كان أطال القيام بعد، تكون أجزاء الصلاة وأركان الصلاة متقاربة. فإذن هذا هو الابتلاء. فآدم عليه السلام نهي أن لكن من الشجرة فعكس وأكل، إبليس أمر بالسجود فعكس وامتنع. واضح؟ طيب أنت الآن ابتليت بالدعوة إلى الصلاة، هل تجيب أم لا؟ أنت معذور ولا لا؟ فسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تطبيق أنك تسعى تبحث عن الماء وتتوضأ وتمشي المسجد إلا من عذر، مالك عذر أمشي المسجد، هذا هو. فأحيانا يتساهل الإنسان، إما أنه يشتغل بالجوال أو اللابتوب أو التلفاز، أو في شغل بالبيت عنده عامل يحرث بالتراب واسمنت وغيره، أو المرأة له غرض فيه، أو كذا، أو بيع وشراء أو شيء، فيتلاها يعني متأولا، يقول لا يمدين هذا يتأخر الإمام، المسجد قريب بين الأذان والإقامة كذا دقيقة، ويتساهل فيفوته الخير. هو ما نوى أنه يفوته لكن تساهل. فإن وفقه الله وأعانه تخلص مما هو فيه ومضى للمسجد صلى. وإن عرض له في الطريق عارض تأخره بدون تفريط منه فهو معذور. قد يبتلى بحادث، قد يشتغل بأمر مهم مثل إسعاف إنقاذ غريق، ولا إسعاف حادث، ولا كذا، ولا مثل ذا، أو أمر مهم، أو أمر بمعروف ونهي عن المنكر ضروري، قد تأخر وهو غير مريد جاي المسجد لو فاتت الصلاة معذور، لأنه سعى واهتم بالأمر، توضأ وخرج من البيت فعرض له. لكن إن لها في البيت وفاتت الصلاة هذه معيبة، ما هي مصيبة، مصيبة مترتبة على مخالفة سابقة، في صارت مصيبة ومعيبة في نفس الوقت، فيجب عليه أنه يستغفر ويتوب ويندم على ما جرى ولا يبرر لنفسه. هذا تطبيق. فاللي يقول لا الإمام عادته يتأخر، أو الوقت بين الأذان والإقامة كذا، أو يمكنني أخلص هذا الشيء وأذهب، هو المفرط، هو المفرط متأول وليس له حق التأول. لكن لو توضأ وخرج إن أدرك حصل الفضيلة، وإن أعيق بأمر قدري عارض ما كان في باله عذر وكتب الله له الأجر، حتى لو دخل والناس في آخر التشهد لو صلوا كتب الله له، لأنه كتب له ممشاه، ولأنه بلغ وبذل ما يمكنه. لكن يجلس متكئ على أريكته أو مشغول في همه وتفوته الصلاة وعادي، أو إلى منه فات الصلاة قال إيه الصلاة في خلاف ما هي بواجبة، الجماعة سنة، يقولون بعض الناس سنة، هذا مثل إبليس تأول وبرر لنفسه ولم يتوب من ذنبه. بعض الصحابة كان يقول عزون واسون إذا فاتوا صلاة الجماعة لأنه مصيبة، وهذا لا، يقول عادي. والأمارة أنه بلية وأنه عادي عنده، ما ساءته سيئته، أنه عادي تفوت صلاة العصر، فاتت الظهر عادي العصر، ما ندم، ما انحك قلبه، ما خاف من ربه، ما خاف من عقوبة يبتليها الله بها هذه المرأة التي انشغلت بها عن الصلاة
قد يحدث بينك وبينها مشكلة وتطلقها وتشقيك هي بعد بأمر أكبر. هذا المال يكون سبب في حتفك، السيارة كذا، المال كذا، لا، لأنك بررت لنفسك فأخذت منهج إبليس. تهاونت أولا ثم بررت ثانيا ثم ساغ لك هذا، وأولت وعذرت نفسك ثالثا، ثم صار من عادتك التخلف عن الصلاة. وتبتليت بأمر سهل جدا، ما هو بأنه يعني ما في مشقة. في بعض البلدان الناس يذهبون يصلون في المسجد ويتعرضون للرصاص والأربيجي ويروحون يصلون، وأنت ما في شيء بينك وبين المسجد، وتركت الصلاة وفاتك الصلاة وعذرت نفسك. هذا مثال يعني. فانظر، هل كنت صرت من أتباع آدم عليه السلام ومن أتباع إبليس؟ على خطأ. الآن أخطأت وكذا، إن تبت فأنت من أتباع آدم عليه السلام، وإن تبت وندمت وأصلحت فأنت من أتباع آدم عليه السلام، وإن بررت وسوفت وكررت فيخشى عليك أن تكون من أتباع إبليس لعنه.